الحاج مالك سي 1555-1922، عالم دين وقائد صوفي بارز، يعتبر من أبرز شيوخ الطريقة التيجانية في السنغال وغرب إفريقيا. ولد في قرية غاية لعائلة متدينة، وكرس حياته لنشر الإسلام وتعليم مبادئه السمحة. أسس مركزاً روحانياً في مدينة تيواون، الذي أصبح معلماً بارزاً ومركزاً لنشر العلم والتصوف. اهتم بالتربية الأخلاقية والتعليم الديني، ودعا إلى التعايش السلمي بين الناس. ألف العديد من الكتب المهمة مثل هداية السالكين وكفاية الراغبين وتيسير الوصول إلى طريق الرسول، التي تركز على تعليم العقيدة، الأخلاق والتصوف الإسلامي. نظم قصائد دينية بالعربية لتمجيد الله والنبي محمد. توفي سنة 1922، وما زال إرثه الروحي والديني حاضراً في قلوب أتباعه، رمزاً للوحدة والتقوى.